بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا أيها الإخوة والأخوات. اليوم وأمس وأول أمس طالعت كثير من المنشورات ومقاطع الفيديو اللي يتضامنوا فيها مع قضية المتهم مهند السعيدي، اللي يقول إنه دافع عن شرفه، والذي يقول إنه لم يبلغ السن القانوني للحكم عليه بالإعدام. وفي الحقيقة نحترم ونقدر كل المتضامنين مع المتهم المذكور، ولكن هناك ثلاث مسائل يجب أن نتحدث عنها بشيء من الشفافية علشان تصل المعلومة لكل الناس. أولا، مسألة اللي يقولوا إنه كان يدافع عن عرضه، هذا الذي تحصلهم في الفيسبوك وفي المواقع التواصل يجمعوا ترندات وإنه كان يدافع عن شرفه. هل أحد منهم كان حاضر في مسرح الجريمة؟ هل أحد يستطيع أن يحضر ويشهد أمام المحكمة بأن المتهم كان يدافع عن شرفه؟ لا، بيقول لك احنا سمعنا من المتهم، احنا سمعنا من أهل المتهم الذي قال هذا الكلام، أهل المتهم الذين قالوا هذا الكلام. لكن المحكمة لا تتعامل مع أقوال أهل المتهم، ولا المحكمة تتعامل مع أدلة ومع ملف قضية، تتعامل مع أدلة ومع ملف قضية. ومن يدعي أن المتهم كان بحالة دفاع شرعي فعليه أن يقيم البينة والبرهان على ذلك. المسألة مش عواطف، مش واحد يستخدم عاطفة. المحكمة لا تحكم بالعواطف ولا بالترندات ولا بالمناشدات. المحكمة تتعامل مع أوراق ومع ملف قضية ومع أدلة وبراهين الثابت إن المتهم ارتكب جريمة القتل. أنت تقول إنك في حالة دفاع شرعي وأنك كنت في حالة دفاع شرعي عن شرفك، فهذا يعني أنك ملزم بإثبات حالة الدفاع الشرعي، ملزم بإثبات. طبعا يستطيع أن يثبت حالة الدفاع الشرعي طالما أن المجني عليه تقول أنه كان يحاول يعتدي عليه. أكيد ستوجد خدوش في جسم المتهم وخدوش في جسم المجني عليه بسبب العراك فيما بينهم، وسيظهر تقرير الطبيب الشرعي بيقول حصلنا على خدوش في جسم المجني عليه. لكن إذا حصل جسم المجني عليه سليم وحصل جسم المتهم سليم من الخدوش، فقط الطعنة التي في جسم المجني عليه، فهذا يعني أن المجني عليه ربما قتل وهو نائم. وهناك بعض الروايات تقول أن المجني عليه قتل وهو غارق في النوم على فراشه. لذلك المسألة مش ترندات وعواطف، مش قال المتهم قالوا أهل المتهم، لا، المسألة ليست كذا. المسألة البينة والدليل الشرعي. المسألة الثانية التي يجب أن نتحدث عنها مسألة السن القانوني، اللي يقولوا أنه لم يبلغ السن القانونية. هذا ما الذي يتحدثوا أنه لم يبلغ السن القانونية. اسألوهم كيف يقسم القانون سن المسؤولية الجزائية؟ ولا واحد منهم داري، ولا واحد منهم يقرأ القانون، ولا واحد منهم يقرأ القانون. فقط حق مقاطع فيديو، حق ترندات تعجبهم أي قضية فيها قضية اغتصاب، قضية زنا، قضية فيها شرف، هذه تعجبهم وجبة سمع على طول يتناولوها مقاطع، سواء مع المتهم ولا مع المجني عليه. يوم تحصلهم مع المتهم ويوم تحصلهم مع المجني عليه، وهكذا. المهم انه قضية فيها من السر ومنزل، هذه تعجبهم وجبة دسمة. وتحصلهم يسبوا القضاء، ويسبوا القضاء بألفاظ سوقية، بألفاظ لا تعبر ولا تدلل إلا على أصلهم، إلا من وين هم، فقط تعبر هؤلاء الأصناف والأشخاص كيف عقليتهم وكيف أصنافهم. ما يتكلموا بقانون، يتكلم بعاطفة، ما يتكلم بالقانون. القانون يقسم المسؤولية الجزائية إلى 4 أقسام. القسم الأول اللا مسؤولية جزائية، لا توجد أي مسؤولية جزائية من أول سنة، من أول يوم إلى السن 7. هذا القسم الأول. القسم الثاني من سن 7 حتى آخر يوم من سن 14. هذا القسم الثاني يخضع لتدابير منصوص عليها بقانون الأحداث. القسم الثالث ما بين 15 سنة و18 سنة، أي إلى آخر يوم من 17 سنة. فهذا يحكم عليه بنصف العقوبة المحددة بالنص القانوني. وإذا كانت العقوبة المحددة بالنص القانوني للجريمة هي الإعدام، فيحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات. القسم الرابع هو الذي يبلغ 18، يعني كمل 17 دخل في السن 18. بمجرد ما يدخل السن، النص القانوني قال يبلغ ولم يقل يكمل سن 18. بمجرد ما يكمل سن بمجرد ما يدخل سن 18 ولو عاد بأول شهر من سن 18 كمل 17 سنة دخل في سن 18، هنا بلغ 18 فيخضع للمسؤولية الجنائية الكاملة. هذا وفقا للنص القانوني، مع احترامنا لبقية الآراء التي ترى أنه من الضروري أن يكمل المتهم سن 18. لذلك المسألة تخضع لأصحاب الخبرة. تقرير الطبيب الشرعي الذي يحدد سن المتهم، وتقرير الطبيب الشرعي
عن حالة المتهم وحالة المجني عليه والعلامات الموجودة على أجسامهم إذا كان يوجد عراك أو لا يوجد عراك بينهم، ليقدر بعد ذلك القاضي مسألة وجود دفاع شرعي من عدمه، ويقدر ما هي العقوبة المستحقة بحق المتهم. المسألة الثالثة التي أوجهها لكم إن الحديث عن قضايا المواطنين المنظورة وعلى الحديث على الأحكام التي تصدر من المحاكم من أشخاص لا درسوا قانون ولا درسوا شريعة، وربما ما يعرفوا جامعة. هذا الأمر لا يدلل إلا على مدى تخلف الناس الذين يقحمون أنفسهم في مسائل ليست من اختصاصهم. يا رجل، لا يوجد أحد قرأ ملف القضية، ولا يوجد أحد شاهد ملف القضية أو شاهد على الواقع وشاهد في مسرح الجريمة حتى يتناول هذه القضية في وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك يا إخوة أقول لكم نصيحة من الأخير: دعوا الخبز لخبازه. الذي عنده شهادة عليه كان أن يحضر إلى المحكمة ليشهد أمام المحكمة إن كانت توجد حالة دفاع شرعي من عدمه. أتمنى أن تصل الرسالة للجميع، وأتمنى أن لا يزعجكم هذا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.